هوريكم دلوقتي بقى صينيه السمك وهي في الفرن عامله ازاي اهو. شايفين احمرت معانا ازاي وجميله. انا كنت اقصد بقى ان لما تحطها في الفرن تطلع معاكي بالشكل ده، انما لو على البوتاجاز عمرها ما تديكي النتيجه الحلوه دي. السمكه كده متحمره من فوق ومن تحت مستويه وزي الفل اهي، وبتغلي معانا اهي زي العسل. خلاص كده بقى انا هسيبها لما تاخد غلوه كمان، وبعد كده تبقى استوت معانا وبقت زي الفل. هنخرجها بقى من الفرن ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. اتمنى بقى تجربوا السمك بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم جدا. ده طبعا شكل السمك بقى بعد ما نضفناه، علشان انا منضفاه معاكم كتير قبل كده، فقلت ايه اغسله بقى واوريه لكم وهو مغسول كده ونضيف. ده شكل بقى السمك وهو مغسول، شايفين اهو زي الفل بيبرق. وكمان عملت معاه كده بولتي علشان خاطر ولادي طبعا فيهم ما بياكلش بقى القراميط، فبعمل له معايا السمك البولتي ده، فيبقى فيها ده وده علشان خاطر اللي ما بياكلش ده ياكل ده. طبعا انا غسلته كده زي ما انتم شايفين وقطعته. بعد كده حطيت الليمون والملح. لو عندك بقى عود شبت، عود خضره، عندك نعناع اخضر، حطي بقى عليه. بيخلي ريحه السمك حلوه جدا. حطيت بقى عليه الخضره وحطيت عليه الشبت وحطيت عليه الملح الخشن زي ما انتم شايفين، والليمون طبعا كتير الايام دي ورخيص جدا، فبنستغله بقى وبنحطه على كل حاجه. بيكون معانا شكل السمك زي ما انتم شايفين كده، ما بيبقاش فيه اي حاجه وحشه طبعا، والريحه طالعه زي الفل. هسيبه بقى يتنقع شويه كده لحد ما نعمل بقى التقليه بتاعته مع بعض، ونشوف هنعمل صينيه السمك بتاعتنا النهارده ازاي. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. ودلوقتي جبت كميه من البصل زي ما انتم شايفين، طبعا ان البصل غالي الايام دي، يعني الكيلو ب25 جنيه، ده كيلو. شايفين يا دوبك كده هم 5 بصلات، فاحنا هنعمل بقى الكيلو البصل ده في المبشره دلوقتي، وانا حاطه الزيت على النار، فعلى بال بقى ما ابشر البصل يكون الزيت بتاعنا اتقدح ان شاء الله. بعد ما بشرت البصل اهو زي ما انتم شايفين كده، بقى في العلبه دي. المبشره دي جميله جدا، بتخلي البصل ناعم كده زي ما انتم شايفين. وكمان بحتفظ بقى في البصل ونقلب. طبعا الزيت انا قلبها جامد علشان خاطر ما ياخدش وقت معايا على النار اهو. شايفين مر معايا على طول، والبصله ناعمه وجميله زي ما انتم شايفين. احط كميه البصل كده اهي، هسيبها بقى تحمر. اكون خلطت بقى الطماطم، ضربتها كده ضربتين حلوين، واجيب عصير الطماطم ونشوف هنكمل بقى التقليه الجميله دي مع بعض ازاي، وازاي تطلع معانا مسبكه وحلوه. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم باذن الله. بعد ما جهزت الصلصه اهي بقت معانا بالشكل الحلو ده، وبقت مسبكه اهي. معانا فلفل، معانا كمون ناعم، معانا ملح. هنحط بقى كل البهارات الحلوه دي في التقليه بتاعتنا. طبعا لو عندك كزبره بقى مطحونه بتبقى حلوه قوي برده في السمك. بس كده كده خلاص التقليه بتاعتنا بقت جاهزه. هنشوف بقى هنحط السمك ازاي، وبعد كده هندخله الفرن وان شاء الله يطلع معانا زي الفل. بس لو حابين بقى طريقه التقليه دي هي اللي بتبقى حلوه، وبتخلي كمان السمك بتاعنا بيبقى حلو جدا. نديها كده تقليبه حلوه ونسيبها تتسبك ثواني، وبعد كده نرص السمك مع بعض. بعد ما جهزنا بقى التقليه بتاعتنا، جهزنا بقى الصينيه اللي هتدخل الفرن اهي. هنحط فيها كل التقليه الحلوه دي. شايفين مسبكه وجميله ازاي، وكمان البصله ما اتحمرتش قوي علشان خاطر تبقى بارده معانا وحلوه كده. بسم الله ما شاء الله.
وادي السمك بتاعنا متنضف وجميل زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبدأ نرص بقى الصينية عشان ندخلها الفرن ان شاء الله. هنرص السمك كده، بسم الله ما شاء الله. هبدأ ارص كل السمك بتاعي كده في التقلية الحلوة دي. طبعا انا هدخلها الفرن. انت لو ما عندكيش فرن بوتاجاز حتى او فرن عادي، ممكن تعمليها على البوتاجاز عادي جدا. هتحطيها بقى كده وتزوديها شوية ميه صغيرين وتغطي عليها شوية، هتبقى جميلة جدا. بس ميزة الفرن بقى ان هو بيخلي وشها احمر كده ومقرمش وجميل. فلو عندك حتى فرن بوتاجاز بيبقى حلو جدا في السمك. كده هرص كل السمك اللي انا جايباه، القراميط كده والبلطي. الصينيه السمك دي بتبقى جميله جدا بجد، بتبقى زي العسل. جربوها بقى بالتقليه الحلوه دي، بتبقى حلوه جدا. هزودها بقى شويه ميه صغيرين وبعد كده هدخلها الفرن وان شاء الله وهي في الفرن هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. اهي بسم الله ما شاء الله. خلاص كده هي جاهزه على الفرن. شويه فلفل كده حلوين عشان ريحه الزفاره، وعلى فكره هي نضيفه جدا. بالملح بقى والنعناع، انتوا عارفين انه قوي جدا وبيخلي ريحه الزفاره تروح بسرعه. الليمون اقوى حاجه طبعا للزفاره بتاعه السمك، فبنحط ليمون بقى وبنحط خضره وبنحط شبت وبنحط معانا ورقه نعناع كده، بتخلي ريحه السمك حلوه جدا. يعني انا شايفه السمك دلوقتي وشم ريحته بتبرق. بسم الله ما شاء الله. انا زودت كده الصينيه بتاعتي وهي جاهزه تدخل الفرن. هدخلها الفرن كده واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. اوريكم دلوقتي بقى صينيه السمك وهي في الفرن عامله ازاي اهو. شايفين احمرت معانا ازاي وجميله. انا كنت اقصد بقى ان لما تحطها في الفرن تطلع معاكي بالشكل ده، انما لو على البوتاجاز عمرها ما تديكي النتيجه الحلوه دي. السمكه كده متحمره من فوق ومن تحت مستويه وزي الفل اهي، وبتغلي معانا اهي زي العسل. خلاص كده بقى انا هسيبها لما تاخد غلوه كمان وبعد كده تبقى استوت معانا وبقت زي الفل. هنخرجها بقى من الفرن ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. اتمنى بقى تجربوا السمك بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم جدا. بعد ما خلصنا بقى السمك بتاعنا ووريته لكم وهو بيغلي بقى في الفرن، شايفين بسم الله ما شاء الله اهو زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. وهوريكم كمان السمكه قد ايه طيبه معانا ومستويه وجميله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الحلاوه والجمال اهو. ده كان السمك بتاعنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. ده كان شكل السمك بتاعنا النهارده. وطبعا عملنا معاه رز ابيض. عملنا مع السمك بتاعنا النهارده رز ابيض جميل. وده كان روتين يوم السوق والتعب طبعا اللي انتوا شفتوه، ومن غسيل التلاجة لتحضير الخضار لتوضيب الخضار ولشيلة الخضار بقى في التلاجة والعمايل الاكل وكده. طبعا بيبقى يوم طويل جدا، بس قلت لازم اشوف معاكم او تشوفوا معايا النهارده روتين يوم السوق. وان شاء الله يكون كده تشجيع روتيني، تقومي بقى تشوفي اللي وراكي ايه ونشجع بعض كده ونشوف هنعمل ايه في روتين السوق. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله. وقبل ما اسيبكم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.